آخر مستجدات وتطورات ملعب طنجة اليوم. مرحبا بكم معنا من جديد. عندنا صور جديدة اليوم من ملعب طنجة واللي كاتبين عدة تطورات بالمقارنة مع البارح. أول تطور بارز كنلاحظوه هو الانتهاء من تثبيت العشب على الأرضية، وهذا التثبيت ديال العشب ما خداش وقت طويل بزاف، كما شفنا كاملين في ظرف ديال يومين أو 3 أيام استطاعوا أنهم يثبتوا العشب بالكامل. ودابا بدات مرحلة ديال السقي ديالو وغيعتنيو به حتى يشد البلاصه ديالو مزيان ويبان باعلى جوده في الاسابيع القادمه. وكاين كذلك واحد التطور جديد واللي هو انهم استلاو من تركيب ديال الكراسي في المدرج الارضي، وهذه العمليه كذلك ما خداتش وقت طويل بزاف وتم التركيب ديال هذه الكراسي في نفس المده اللي ثبتوا فيها العشب. اما بالنسبه لسقف الملعب فمن خلال صور اليوم كيتضح ان عدد الهياكل اللي ترفعات لحد الان هي 10 هياكل، وربما نقدروا نشوفوا في الأيام القادمة الرفع ديال الهياكل المتبقية بسرعة، خصوصا أن عدد الهياكل اللي بقية ما ترفعاتش هي 20 تقريبا. في الخلاصة، مع هذه السرعة اللي كنشوفوا اليوم في ملعب طنجة لا من حيث تثبيت العشب وكذلك تركيب الكراسي، فهذا الشيء كيعطينا واحد النتيجة اللي هي ربما غنشوفوا السرعة كذلك في تركيب السقف في هذه الأيام. اللي وصلتي حتى لهنا ما تنساش تخلي لنا الرأي ديالك في التعليق، واش فعلا نقدروا نشوفوا رفع الهياكل المتبقية بسرعة أو أنه سيتم رفعها بنفس الوتيرة الحالية؟ وإلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.